Hallo schön, hier ist Frau نورة. عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. النهارده انتوا بتشوفوني في الفيديو الاول من سلسلة تعلم اللغة الألمانية من كتاب أكاديمي. الكتاب الأكاديمي المستخدم هو منشن. يعني لو انت عندك مشكلة انك تذاكر من فيديوهات كده على اليوتيوب وحابب انك تمشي بكتاب أكاديمي بس برضو محتاج معاك مدرس ومش حابب فكرة انك تروح تاخد كورس، سواء كنت قادر تدفع التكلفة او لو مش قادر، فانا حبيت ان انا اساعدك وقررت ان انا هعمل سلسلة بتشرح فيها المستوى من اول الA1 لحد مستوى الB1. طيب المستوى A1 هو ده المستوى الاول في اللغة الالمانية في كتاب منشن، عبارة عن 24 درس، واحنا النهاردة في الدرس الاول منه. كل ان شاء الله 3 ايام هينزل درس، وفي الاخر هيبقى ال 24 درس نزلوا. واول ما هنخلص مستوى الاول الA1 هبدأ ان انا انزل مستوى الA2 والB1. طيب خلينا بقى مع بعض نبدأ نشوف مع بعض ازاي انا هبدأ ان انا اذاكر من الكتاب ده. اول حاجة لازم ابقى فاهم هو انا هدفي من الدرس ده اطلع بعرف ايه في اللغة الالمانية. طيب كلمة بقى الدرس الاول يعني ليكتسيون 1. ليكتسيون 1. طيب طبعا هتلاقوني بكرر الحاجة اكتر من مرة، لان انا بعتمد ان انت شخص ما تعرفش حاجة خالص في اللغة الالمانية، وده اول فيديو انت بتشوفه فاول مرة تسمع اللغة، فودنك مش اخد عن اللغة. لو انت حتى كنت شفت فيديوهات عن اللغة الالمانية ولكن حابب تذاكر من الكتاب الاكاديمي، فالفيديو ده هيكون مفيد جدا ليك. خلينا نبدأ. ليكتسيون 1. ليكتسيون 1 يعني الدرس الاول. اسم الدرس الاول هالو ich bin Nicole. Hallo, ich bin Nicole. طيب اللانسيلة وهي الأهداف التعلم، يعني هدفك في الدرس ده تتعلم ايه، وهنا انا بكتب لك بيها البوينتس اللي انت لازم تبقى طالع من الدرس ده عارفهم. يعني انت لو خلصت الفيديو ده ومش عارف الحاجات دي فانت كده ما فهمتش كويس وفي مشكلة عندك. طيب اول حاجه هي الليند يعني البلاد، هنبقى عارفين البلاد باللغه الالمانيه. الليند الالفابت الحروف الابجديه باللغه الالمانيه. زيش بكروسن ازاي ان انا احيي حد اقول له صباح النور مساء الخير وهكذا. نخدم بفندن او نعمة او هاكونفت فراجن، هتتعلم انك تسأل عن الحال، تقول لحد عامل ايه، او تسأله اسمك ايه او انت منين. يعني هنتعلم الثلاث حاجات دول ان انا اسأل عنه. طيب وكمان هناخد بعض الافعال في اللغة الالمانية زي فعل kommen وهايسن وزاين. kommen يعني يأتي، وهايسن يعني يدعى، وزاين يعني يكون. ده فعل مهم جدا في اللغة الالمانية. طيب خلينا برضو نبقى عارفين بقى ان اي لغة في الدنيا بتتكون من 4 اجزاء، وما ينفعش ان انا اهتم بان انا اتعلم جزء في اللغة واسيب التاني، لان ده هيأثر ان انا هيكون عندي جاب، يعني هيكون عندي مشكلة او نقص في المعلومات في الحتة دي. طيب اللغة الألمانية أو أي لغة زي ما قلت لك بتنقسم ل4 حاجات. يعني إيه بقى اللغة أصلا باللغة الألمانية؟ يعني Sprache. 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 طيب بتتقسم للهورن يعني السمع، والليزن يعني القراءة، والشبريشن هي دي مكتوبة هنا غلط، خلينا بس اللي احنا نصلحها. مكتوب شباخن هي شبريشن. شبريشن اللي هو التحدث، مهارة التحدث، والشرايبن الكتابة. يبقى عندنا 4 مهارات في أي لغة: السمع والقراءة والكلام والكتابة. زي ما قلت لك انت ما ينفعش ان انت تشتغل على مهارة وتسيب التانية، لان كده هيبقى عندك مشكلة في مهارة منهم قدام. فانا برضو هديك نصيحة: مش مهم انك تجري في اللغة، بس المهم ان انت وانت ماشي في اللغة تكون شغال على ال4 مهارات. طيب خلينا بقى نبدأ بأول حاجة قلنا هنتعلمها مع بعض، وهي دي ليند البلاد. طيب اول حاجة عشان اعرف اقول انا اتيت من هذه البلد، يعني انا من مصر، انا من المانيا، هقولها ازاي؟ هقول ich komme aus. ich komme aus. ich يعني انا، تمام. komme يعني يأتي، فعل يأتي وهو متصرف مع الضمير الشخصي ich komme aus. aus
aus يعني من. ich komme aus. ناخد بقى البلاد مع بعض. Deutschland. دايما اي كلمة في الالماني عشان تعرف تقراها كل اللي عليك تعمله انك تقسمها. هنقول Deutschland. Deutschland يعني المانيا. Ägypten. Ägypten. Ägypten يعني مصر. فانا لو هقول ich komme aus Deutschland. ممتاز. حاول بقى دلوقتي تقول انا اتيت من مصر. هتقول ich برافو komme aus Ägypten. Ich komme aus Ägypten. sehr gut. برافو جدا. طيب بعد كده عندي أسترايش. أسترايش وهي النمسا. نسمع صوت الأو. أسترايش. أسترايش. أسترايش يعني النمسا. Ich komme aus Österreich. بعديها Frankreich. 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 Frankreich يعني فرنسا. خلينا بقى نكررهم تاني. Deutschland. Ägypten. Österreich. Frankreich. Frankreich يعني فرنسا. لو انت شايف ان الكلام ده صعب عليك وان انت برضو محتاج ان انت تسمعه اكتر من مرة تاني، مفيش مشكلة خالص انك توقف الفيديو وتسمع مرة واثنين وثلاثة لحد ما تعرف تقولها. تمام. طيب بعد كده عندنا شبانيا. شبانيا. شبانيا يعني اسبانيا. شبانيا. شبانيا. شبانيا يعني اسبانيا. تمام. بعد كده عندي aus dem Iran. aus dem Iran. إيران اللي هي إيران، من إيران. إيران. تمام. aus dem Iran. زي ما انت اخد بالك كده ان في دم. ايه بقى دي دم دي؟ بص، في بعض البلاد بتيجي بأداة معرفة قبليها اللي هو الألف واللام. تمام. في بعض منهم، فعشان كده انا بكتبها لك aus dem Iran عشان تحفظها. ليه وعشان ايه؟ هي قاعدة وكده كده هناخد تفسيرها فيما بعد. طيب aus der Schweiz. aus der Schweiz. شفايتس يعني ايه بقى شفايتس؟ شفايتس يعني سويسرا. شفايتس هي بلد اللي هي اسمها سويسرا. aus der Schweiz. 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 aus der Türkei. aus der Türkei. عذرا يعني من تركيا. طيب خلينا نقرأهم مرة كمان. Deutschland. Ägypten. Österreich. Frankreich. Spanien. aus dem Iran. aus der Schweiz. aus der Türkei. تمام. طيب وبكده نكون أخدنا أول حاجة وهي البلاد. دلوقتي بقى هناخد مع بعض الحروف الأبجدية. أنا هقرأها هنا مرة واحدة أو مرتين. لو أنت لحد دلوقتي برضو حاسس إن أنت محتاج تسمعهم أكتر، ففي فيديو موجود في سلسلة تعلم اللغة الألمانية عموما من غير كتاب أكاديمي. أول درس فيه بشرح الحروف الأبجدية ولكن بكررها كذا مرة. تمام. طيب يلا بينا نقرأ das deutsche Alphabet، الحروف الأبجدية باللغة الألمانية. أنت هتسمعني وهكرر ورايا. A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R
اس اس تي تي او او فاو فاو في في اكس اكس إبسلون إبسلون ست ست. طيب لحد هنا فهي حروف يعني شكلها مش غريب عليا. اللغة الألمانية بقى تتميز بأربع حروف إضافيين واللي هما اسمهم الأو أوملاوت، وهي حروف بتلاقي عليها نقطتين من فوقها، ومهم ان هما بيدوني صوت غير متعرف عليه. يعني مثلا بتقول الأ أوملاوت والأو أوملاوت والأو أوملاوت والإس. طيب الأ أوملاوت بتديني صوت إيه إيه. طيب الأو أوملاوت بتديني صوت أو أو. طيب اليو أوملاوت بتديني صوت أو أو، والإس بتديني صوت. طيب لو حابب كنت تشوف امثله اكتر على الدويتشا الفابيت، كل اللي عليك تعمله زي ما قلت لك تفتح الفيديو الاول من سلسله تعلم اللغه الالمانيه، هتلاقي في بلاي ليست ليها مدياك على كل حرف اكتر من مثل وبقراه كذا مره. اعتقد ان ده هيفيدك اكتر. طب انا ليه مش عاملاه هنا؟ عشان زي ما قلت لك انا هدفي ان انا اكون بديك ملخص المفيد للدرس الاكاديمي اللي موجود في كتاب منشن. طب يعني انا ده مش فيه غاو محتاج ان انا ادور على حاجه تانية؟ لا مش محتاج. انا بتكلم في حاله ان انت بعد ما سمعت الحروف كذا مره مني دلوقتي، انا قلت كل حرف مرتين لحد دلوقتي حاسس ان يعني محتاج قواعد قراءه، فانت محتاج تشوف كورس القراءه اللي انا عاملاه. هو بالظبط عباره عن 7 فيديوهات. ال7 فيديوهات دول لو خلصتهم وقسمتهم كل يوم فيديو، يعني انت في خلال اسبوع تكون بتعرف تقرأ اللغة الألمانية بيرفكت بجد. تكون بتقرأها بطلاقة، هتبقى بجد أي حاجة تقرأها حتى لو أنت مبتدئ مش هتختلف خالص. تمام. طيب تعالوا بقى هنا نكمل اللي هنتعلم مع بعض. زيش بكروسن أو verabschieden. زيش بكروسن يعني يحيي حد، أو verabschieden يعني يودع حد. طيب يلا بينا. هلو 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 يعني مرحبا. Guten Morgen Guten Morgen يعني صباح الخير. Guten Morgen. Guten Tag Guten Tag يعني طاب يومك. وبنستخدمها ان احنا مثلا لو الساعه 12 ببدا ان انا ممكن اقول جوتن تاك، مش هقول جوتن مورجن عشان احنا مش الصبح خلاص. يوم سعيد. او بقول جوتن ابند جوتن ابند مساء الخير. جوتن ابند. او لو بالليل داخله انام هقول جوتن ناخت جوتن ناخت صباح على خير. وممكن اقول تشوس يعني باي تشوس. برضو ممكن اقول auf Wiedersehen auf Wiedersehen يعني مع السلامه. طيب ممكن ان انا اسال عن الحال، نخدم بفيندن فراجن. ازاي بقى اعرف اسال عن الحال باللغه الالمانيه؟